تمكنت عناصر المصالح الأمنية بمدينة تطوان من توقيف 33 شخصا، من بينهم 2 من القصيرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة الأسلحة والأدوات الحادة والرادة واستعمالها في إلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة، فضلا عن التخدير وعدم الامتثال والرشق بالحجارة والعنف في حق عناصر القوات العمومية. كما نتج عن أعمال الشغب والعنف تسجيل تعرض 19 موظف شرطي و10 مشجعين لإصابات جسدية متفاوتة أثناء محاولة تجاوز الإجراءات الأمنية بمحيط ملعب المباراة، نقلوا على إثرها للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية. وقد مكنت هذه العملية الاستباقية من ضبط مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام بحوزة عدد من المسجعين، والتي يشتبه في حيازة بهدف استعمالها لأعراض الشغب والعنف المرتبط بالرياضة، فضلا عن تسجيل خسائر مادية بعدد من المركبات الخاصة وكذا سيارتين تابعتين للشرطة وحافلة عمومية. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تجريه مصالح الشرطة القضائية بمدينة تطوان تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا التحقق من مستوى ودرجة توريط كل شخص منهم في الأفعال الإجرامية المرتكبة. نشكركم على حسن متابعة قناة الحقيقة تي في.